عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا لاباس وان شاء الله جاوكم باهي. في الفيديو نتاعنا نتاع اليوم حبيت ناخذ برنامج من البرامج نتاع الصغار واللي يخبي وراه حكايه اختراع على الاخر واللي هو تيليتابيز. برجولية انا واحد من الناس ملي نشوفهم ما نرتاح لهمش، وملي انا صغير نكرههم على خاطر نحس فما حاجه ندرا كيفاش وراهم، عينيهم كبار ودرا كيفاش وريوسهم كيف وبرجولية تجي تحاول تفهم الدوخ، وحتى من الشمس اللي تشرق يا ابو قلب تشرق براس طفل. بون لا علينا توا خلينا ندخلوا في لب الموضوع. النظريه المتخبيه وراء البرنامج هذا ماخوذه من قصه حقيقيه صارت في مصحه عقليه في بلغاريا، والمصحه هذه كانت مخصصه للصغار اللي كانت عندهم اضطرابات عقليه. ابشع من الشيء هذا انه اللي يخدموا غادي كانوا يعاملوا في الصغار بطريقه قاسيه على الاخر. نورمال يعني يخليوا صغار تبات بلا شعشيه كيكه عادي على الاخر، كي يعملوا حاجه خايبه يحبسوهم في بيوت بارده على الاخر كعقاب. النظريه تقول بلي فما 4 صغار ماتوا في المصحه العقليه هذه في نفس النهار، وكل واحد من الصغار هذوما كان يمثل شخصيه من شخصيات تيليتابي. واول طفل باش نبداو بيه هو توي تاي، واللي كان يعاني من مرض كبير في وجهه، والمرض هذا يتمثل في انه يخلي وجهه يتمدد. هذاك علاش من جرته ديما يتبسم مع انه يعاني من صعوبات في النطق، يعني وقت اللي يحكي حتى حد ما نجم يفهمه فاش يحكي. وحتى كي كان يشكي لامه وابوه من المعاملات الخايبه اللي في المصحه ما كانوش يفهموه اصلا. كان توي تاي مسكين ديما يضرب في راسه على الحيط لدرجه انه الحيط يوصل يتكسر وراسه لا. هذاك علاش كانوا اللي يخدموا في السبيطار يربطوا فيه في الحديد البراني. كما نعرفوا الناس الكل اللي في بلغاريا درجات الحراره بارده على الاخر معناه، لين مسكين لون البشره نتاعو تحول للموف. وما غادي وين جات فكره تلك والكلبه نفسجيه. الشخصيه الثانيه هي طفله صغيره زاد واسمها لالا. كانت لالا مشاغبه شيء غريب وديما تعمل في المشاكل مع الصغار. الشيء ذاك هو اللي تسبب لها مسكينه في انها تنحبس 5 سنين في بيت وحدها، 5 سنين لا تشوف لا شمس لا مطر. وما غادي جلدتها ولات تحول بشويه للون الاصفر. اي نعم وقتها خرجت انا شخصيه لالا اللي في تيليتابي. ثالث طفل معانا هو دونكا، اللي هو صغير يعاني من الجوع المفرط. وين المشكله الكلنا نجوعوا؟ ايه ليه مشكل على خاطر كل ما ياكل حاجه يمشي يستفرخها. داروا به امه وابوه الطب نتاع العالم الكل، اما للاسف باع وروح. ولا تنتظر العسل من الفرزاز. باع وروح. لا تنتظر من العسل من الفرززو، لانه ما عاد فيها ما يتصلح. كاين واحد من الطب قال لامه وابوه برا وهزوه لطبيب نفسي، بالك تطلع مشكلته نفسانيه ماهيش معناها في كرشه نورمال. وما غادي وين مشى للمصحه العقليه اللي في بلغاريا، واللي مشى زاد دخل في حيط. مشكلته زادت كبرت واللي يخدموا في المصحه هذيك الكل ماهمش مهتمين بيه وباعثينه معناها ورا الشمس. والنظريه تقول باللي دونكا هو الطفل اللي متخبي ورا شخصيه ديبسي. واخر واحده معانا اليوم هي طفله اسمها بولين، واللي عمرها 3 سنين فقط. ولينا ملي هي قد دكه في المصحه معناها حياتها كامله عادتها غاد، على خاطر نهار من نهارات امها وابوها قاموا يلقاوها تضحك بالقوي. يا اخي تفاجئوا يسخيلوها مريضه. من وقتها ليلي عمرها 3 سنين وهي تضحك. في يوم من الايام بولينا كانت راقده في جنينه المصحه بحذا رحطه. يا اخي الله غالب اللي يخدموا غادي يغلطوا فيها ويسخيلوها حاطبه. يا اخي هزوها ورميوها في النار، وما يلقوا بها كان من طفله ولات تبكي وتعيط، وبدانها تزرب برشا جروح وبرشا اصابات خطيره على الاخر. ولون البشره نتاعها ولا يتحول من لون عادي للاحمر. ورغم ذلك الكل كانت تضحك. وماكش غالط سيدي، بولينا هي الشخصيه اللي متخبيه ورا شخصيه بو في تيليتابي. اما النظريه المأساويه هذه واللي تلم ال4 صغار توي تاي لاي دونكا بولينا، واللي هو انهم ال4 كانوا يحبوا يتفرجوا برشا في التلفزه. اما للاسف نهار من النهارات قرروا انهم يعملوا اجتماع جماعه المصحه باش ينحيوا التلفزه، على خاطرها خسرتهم في برشا فلوس. يا اخي اجتمعوا ال4 صغار هذوكم وقرروا انهم يبلعوا التلفز نتاعهم، وذاك السر اللي متخبي ورا التلفز اللي في كرش تيليتابيس. دونك لنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. اكيد جدا اللي حكيناه الكل في الفيديو يقعد نظريه وتنجم تصدقوا كيما تنجم ما تصدقوش. انا واحد من الناس ما صدقتهاش النظريه على خاطر باللوجيك ما تتصدقش، اما هذا ما يمنعش اللي انا عملت جو كي رجعت صورت. نحب نقول لكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو بتاعنا بتاع اليوم. ما تنساوش باش تخليوا لايك وشير وسبسكرايب والفازات هذوكم الكل، وما تنساش باش تكتب لي كومنتير مزيان كيفك وبرا جاري فولو مي على الانستغرام وعلى التيك توك، على خاطر فما برشا فازات مش نورمال جايين راه. ولا تنتظر العسل من الفرزازو. بيع وروح.